اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخالق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الوغ هاد حبيباتي هذا الروتين غادي يكون محفز لكم ان شاء الله بزاف من ناحيه نهج النمط المعيشي الصحي، ونعلمكم كيفاش طريقه الاكل الصحيه، طريقه الطهي الصحيه اللي كما قلت لكم ما بغيتي تحافظي على صحتك وصحه الاهل تاعك تبدايها من المطبخ، وغادي ان شاء الله نكررها ونعاودها لكم في كاع الفيديوهات نتاعي حتى تنهجوا ان شاء الله نمط معيشي صحي وتعيشوا بسلام. الوغ حبيباتي هنايا شوفوا انا الحمد لله مع الدخول المدرسي يعني سي بون ريحنا طلقنا رواحنا وكاع. انا دائما نوض يعني لا بليبار دو طون مع الفجر، يعني مع الفجر هكذا نرقد بكري. تاني كنا خصك ترقدي بكري، يعني قلت لكم فيديو منفصل علاش تقدي تنوضي بكري. كاين بزاف اللي يقول لكم نوض في الباكر نشري من الذهب وكاع، ولكن حبيبتي ما تقديش ترقدي، ما تقولكمش لاستيوس انك اللي تقدي تنوضي بها في الصباح الباكر بكري وتنوضي، لانه القدره تبكري وانت عيانه ما تقدي ديري حتى حاجه. يعني حبيباتي كاين استيوس برك ان شاء الله هذه خاصك ترقدي بكري فوالا، يعني ما تفوتيش ال 11 تاع الليل. 11 تاع الليل كادنى حد، هذيك هي رقدي وليداتك مع 9 راهم العشاء يأذن مع 9 هكذا 9 ونص هكذا يكونوا يرقدوا، ومن بعديها انتيا جمعي هكذاك مع الزوج ولا مع راسك هكذا يعني في سكوت وكل شيء، يعني جيبيها ساعه ساعتين ماكسيموم ساعه ونص تروحي لبلاصتك هكذا ترقدي بكري باش تقدري. حنا الكبار 6 سوايع 7 سوايع كافيه، يعني الحمد لله. دوك الفجر يزيد يولي يزيد يهول، يعني يولي حتى مع 6 ونص هكذا، يعني ما شاء الله تكونوا شبعنا رجال. الوغ هذه حبيباتي انا وجدت القهوه لوليداتي، وراني قبل السباق ثاني راني ندير لهم صباح البيض ان شاء الله من بعد نشارككم الى بقى لي الوقت نشارككم الطاوله تاعهم تاع الافطار هكذا باش ما ندير لهمش اللمجه. يعني عندي في المتوسط وعندي في السويم، يعني عندي في السويم وعندي في الابتدائي. يعني الحمد لله ابتدائي مشيت سنوات تحضيريه شويه، ولكن بعد سي بون يعني كي يقعد كي ياكل الطفل مليح حبه بيض وياكل تمر وياكل معجون هكذاك محضر في البيت وياكل خبز كامل، يعني بهذاك الخبز الاسمر يعني بالخبز النخاله والشعير والصوالح، يعني ما شاء الله ما تخافوش يروح ما شاء الله يقعد بصحه ويقعد بقوه تاعه حتى يولي للدار يولي جيعان. هذيك هي الجوع اللي خاصنا تكون في الاطفال تاعنا حبيباتي. كي كنت تعطيه اللمجه وسورتو رغدت علاش صحيه غادي كالي غادي كي يجي للدار ما يجيش. احنا عندنا دوام ماشي مستمر، يعني رانا كيف يعني هذه هي من المستحسن انه كي يجي على 12 باش ياكل. الوغ هذه هي حبيباتي اللي كان عندي اللي قلت لكم راني نغافص في القزبر هكذا باش نديرو ديتوكس. يعني القزبر ما شاء الله مانيش نتبع جدول الوجبات بزاف كيما راني نحاول يعني ندخل بزاف هكا الحساء، يعني راني نحاول ندير لي ديتوكس فوالا. الوغ هذه هي حبيباتي هذا الحساء ما شاء الله درته بالشحم لانه الزيتون ما شوت واجد عندي، درته بالشحم هذاك الكويرات اللي كنت شاركته معكم راني ندير به هذه الايام بلا ما ان شاء الله شرينا زيت زيتون. درت مع الخضر الموسميه، درت معه اغصان تاع القزبر، وغادي درت الشيشه تاعي يعني عادي كيما مداري نشارككم الحريره راني شاركتها لكم وراني نديرها، ولكن اليوم حليت لاكام على خاطر الوقت. يعني شوفوا ما شاء الله جات شابه الله يبارك، يعني هذوك غادي نبلع عليها لاكوكو، درت لها المحامي من البيلوه باش نخف، وراني جبت اوتخو طورنا السلطه تاعي نوجدها ثاني في الاخر. غادي ان شاء الله قدام نروح للعمل. قدام 8 ان شاء الله غادي تكون الفطور الحشا تاعي واجد، لانه شفتوا الفطور تاعي والحشا تاعي اللي غادي ان شاء الله نتعشوا ونفطروا بها. الوغ هنا كما قلت لكم هادو ان شاء الله راني ناويه ندير الباذنجان بلا صوص مع الحريره، وفي الصباح وفي الصباح غادي ندير معايا يعني في الحشا الباذنجان راني جابدته هنايا باش نقطعه ونديره في الماء تشوفوا. وغادي ندير ان شاء الله غادي ندير معاهم الفطور بطاطا مشوكه غادي نقطعها. غادي البطاطا كما شفتوها راني جبتها هنا في الليفيي، غادي ان شاء الله نحاول نقشرها ومن بعد كي نجي غير نبشرها ونقليها. هذا مكان يعني بطاطا مشوكه ما كاش كيفاش، يعني خاصك تقليها بشويه تاع الزيت. مازال ما سيتهاش في سمر الشحم، ولكن نقليها لانها شويه تبغي زيت وفير. الوغ هذه هي حبيباتي هذه هي الفطور تاعي تحضيرات اوليه. شنو كتب ربي وشاركتكم الفطور تاعي كي جا 12 اوكي ما كتبش ربي، المهم راني حكيت لكم وراني حفزتكم ان شاء الله. فوالا حبيباتي هذه هي المراه العامله، يعني انا عامله كاع دوام، يعني كنجي على 12 ولا 11 ونص نجي لداري نفطر، من بعد نعاود نولي الوحده ونص ولا دي فوا معليش هي نورمال الوحده نكونوا في العمل، ونخرج يعني مع 3 ونص هكذا باش
باش ما نتاخرش في الرجوع للبيت. الوغ هذه هي حبيباتي، انا هذه هي عادتي. هكذاك حشيه كيما شفتوا دركا خاصهم يغلفوا، خاصهم تكتبي لهم اسماوات، خاصك هذاك تجمعي مع وليداتك هذاك الجو الشباب اللي ان شاء الله يكون في الدخول المدرسي وكاع تحسوا به. هذه هي حبيباتي. ان شاء الله راني حفزتكم، راني نشوف 4 دقائق سي بون، ما نشدش من وقتكم الثمين. راني نصحتك حبيبتي نوضي بكري، معليش حتى ولا ما نوضيش مع الفجر، نوضي مع 5:30 هكذا، معليش نوضي 5:30، نوضي معليش ساعتين ولا قبل ما تروحي تخدمي، سورتو الا كنتي عامله. هكذا توجدي فطورك، هاين الحريره ما شاء الله وغادي نديرها، لاني غادي نميكسيها ونجي رايحه. حتى لو ما ميكسيتهاش يعني ما نبغيش هكذاك، لان السكن اجتماعي وخاف على الناس هكا نديرونجيهم، كي نجي نميكسي الحريره تاعي ونحطها في لي بول، والسلطه تاعي راهي واجده نديرها غير لا ماريناد ونحطها في فوق الطابله، او ميم طون نقلي لهم يعني بطاطا مشوكه، يعني غادي ندير كميه قليله غير قد الفطور، والحشا غادي يكون بديجات. الحشايه راهي واجد وراني مهنيه وحاجه شابه يعني ما شاء الله. واش بغاو كاين حريره، وكاين حريره صحيه، سلطه صحيه ما شاء الله، وكاين معاها بطاطا مشوكه اللي كاع يبغوها وليداتي الحمد لله، وباذنجان مقلي في المساء. فوالا حبيباتي، انا غادي نخليكم هنا ان شاء الله كل يوم راني نحفزكم، وراني اوترو طون غادي ندخل يعني كما شفتوا راني غسلت كيما شفتوا راني غسلت صوالح البحر. ان شاء الله الا بقى لي الوقت نزيد ندخلهم في الساكودو تاعهم وندسهم في البلاكار. هكذا حبيباتي ندير قد ما قديتي. فتره الصباحيه قلت لكم حبيباتي تكونوا لي بيل طالعين، يكون حنا كيما البورطابل كيما اي جهاز اللي عند تمشى بلا باتري، لا باتري تكون انرجي تاعك تكون في 100%. هي رايحه وهي تبدا تهود، ما تخليش المهام حتى ل 11 اللي تروحي ديري الفطور تاعك، تقعدي تصقي، تقعدي اولاد تاعك يتعصبوا وانت تتعصبي، يقعد هذاك البيت فيه انا والله سييت هذه باش راني نهضر معكم، سييت هذا الشيء. يعني ديري صوالحك بكري تتهني، دوكا راني كيما نقول لك ساعه تقدري ديري فيها شعال من حاجه. كي تكوني عيانه كي تجي من العمل امبوسيبل تقدري ديري تخدمي خفيف، يعني امبوسيبل تقدري ديري بكسل. هذيك هي ما تكونيش منتجه اكثر في يومك الصباحي في الساعات الاولى كي تنوضي. فوالا سورتو كيما تقهوي على راحتك حبيبتي، تقهوي على راحتك، يعني ما احلاها. ديري انرجي تاعك تطلعيها، تزيدي تطلعيها 100%. فوالا حبيباتي، انا غادي نخليكم هنا ونكمل، لان يعني الاطفال نهضر غير بشويه، الاطفال تاعي مازال هنا راهي حوالي 6، يعني راهي حوالي 6، لانه كما قلت لكم جمعت قهويت مع راسي وكل شيء. راهي 6 دركا، راني نحاول نكمل صوالحاتي، نوجد روحي مكيين، نوجد روحي هكذا مكياج خفيف اللي نخرجوا به للعمل. وهذه هي حبيباتي، خليكم هنا حبيباتي. ما احلاه الكلام معكم، ما احلاه، يعني عندي بزاف ما نعطيكم على بها، دي فوا ننسى روحي في الكلام، ونبغي نفيدكم، ونبغي تاني نتوما تكونوا الاز في تكونوا بدون تعيشوا بدون ستريس وبدون ضغوطات في الحياه. الى اللقاء لفيديو اخر. ما تنساوش لو وصلتوا حتى لهنا راكم مقصرين معايا حبيباتي. نشوف يعني الفيديو فيه نسبه من المشاهدات، ولكن جا ما كانش واحد ولا زوج، يعني والله حبيباتي للتحفيز فقط. استفدتي ما استفدتيش معليش خلي لي تعليق ولا حاجه، ما استفدتيش انا ماذا بيا القناه تاعكم، ماذا بيا نغير الاسلوب ولا حاجه اللي تناسبكم. هذه هي حبيباتي، ديروا لي جام تعليق شباب لما لا، وباش نعرف رايكم في القناه. الى اللقاء. دوك ان شاء الله ما تبقى غادي نشارك معكم في الصور باذن الله. فوالا حبيباتي، شوفوا راني درت السلطه تاعي سيبو راهي واجده تاع الفطور والعشاء ما شاء الله. هذوك الباذنجان تاعي سيبو راني درتها في الماء، بطاطا هنا راني قطعتها نديرها في الماء، هذاك المعدن الثاني كي جبتها هكذايا غسلته، وغادي ان شاء الله نديرها هكذا مع فلفل الجدان. وفوالا ميم لي زيبيس اللي نستعملهم في البلاطه مشوكه خديتهم يعني فوق البلون دو طراباي. فوالا حبيباتي، دوك انا غادي نروح نوجد طابا لوليداتي، غادي نروح نوضهم غير بشويه هكذا. ينوض انا دائما نوضهم 45 دقيقه قبل الخروج، يعني قبل ربع هكذا 6 قبل ربع نوضهم هكذا باش يصلوا يتوضوا، نوضوا في خاطرهم، يعني نوضوهم بكري، رقدوهم بكري قبل باش يقدروا ينوضوا بكري، ونوضوهم بكري ما تنوضوش التالي، يعني هكذا باش ما يجيوش هذاك الستريس اللي حنا تكبرنا به. يعني هذه يا حبيباتي ماشي خف نوضي روطال بعد خف يعني دي فوا هذه يعني كيما نقول لك راني نقول لكم وراني ننصح في روحي. يعني هذه هي هادو اشياء كاع فدت عليهم مع طفلي الاول وكل شيء، ولكن بهذه الطريقه الحمد لله يعني راني لاقيه راحتي، مانيش مضغوطه، مانيش نزقي بزاف كما كنت نزقي بكري، يعني جبناها غير في صحتنا. فوالا حبيباتي، كان هذا هو الفيديو اللي حبيت نشاركه معكم. ما تنساونيش كما قلت لكم بالجام والبارطاج وتعليق مليح ان شاء الله هكذا، باش تشجعوني ان شاء الله، ونمد لكم ونشارك معكم اكثر الحاجات اللي يفيدوكم. الى اللقاء.